السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه لي دايف. فيديو النهارده هنتكلم فيه ان شاء الله عن قسم علوم حاسب في كليه العلوم. هنعرف اكتر عن القسم وعن مميزاته وعيوبه وطبيعه المواد والدراسه فيه، ومن تجربتنا الشخصيه هنوضح هل ينصح بيه ولا لا. اول حاجه خلونا ندي مقدمه عن كليه العلوم بشكل عام. كليه العلوم هي كليه علميه بتقبل من علم رياضه وعلم علوم، وفيها اقسام خاصه بكل جنرا من الاثنين. يعني فيها اقسام خاصه بعلم رياضه زي قسم علوم حاسب اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وقسم رياضه وقسم فيزياء وهكذا. وفي اقسام لعلم علوم زي الميكروبيولوجي وعلوم بحار وغيرهم، وفي اقسام مشتركه ما بين الاثنين زي كيمياء وفيزياء. فكلية العلوم هي كلية علمية بتقبل من الاثنين ديسيبلينز، رياضة وعلوم. بالنسبة لقسم علوم الحاسب فهو في الأساس موجود في كلية حاسبات ومعلومات، ومؤخرا بقى موجود منه برانش في هندسة وبرانش في علوم. بس ايه الفرق ما بين الدراسة في قسم علوم حاسب في علوم وفي حاسبات وفي هندسة؟ في هندسة مش هنتطرق ليها دلوقتي، هنقول فرق بسيط بس ما بين علوم وحاسبات، لان احنا ان شاء الله يبقى في فيديو تاني كامل عن كليه الحاسبات والمعلومات. كور ديفرنس ما بين القسم في الكليتين ان انت في كليه العلوم بتدرس في اول سنه ليك برضو كيمياء وفيزياء ورياضه وحاجات ممكن يكون ملهاش علاقه بالقسم بتاعك، او ممكن يكون ملهاش علاقه فعلا بقسم علوم الحاسب. في حين انك في حاسبات بتخش على التخصص دايركت، او بتخش على دراسه البرمجه دايركت. التخصصات في حاسبات مختلفه، بس انت بتخش تدرس برمجه على طول، ما بتاخدش كيمياء مثلا. في علوم انت بتاخد في سنه اولى بتاخد كيمياء وبتاخد فيها فيزياء وبتاخد مواد مش ريليتد قوي للتخصص بتاعك. نظام الدراسة في القسم بيكون بنظام الكريدت اورز او الساعات المعتمدة. ده في اغلب الجامعات على مستوى مصر، او على الاقل في جامعة قناة السويس اللي انا فيها، بس هو في اغلب الجامعات زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس بيكون نظام الدراسة دايما في القسم ده على وجه التحديد، او في كلية علوم بشكل عام، بنظام الكريدت اورز. بمعنى انك مش بتتحاسب بتقدير لكل مادة، لا انت بتتحاسب بجي بي اي، وبتتحاسب بعدد ساعات معين. بيكون عندك مواد ب3 ساعات ومواد بساعتين، وطبعا كل كلية او كل جامعة مختلفة عن التانية في تقسيمة الساعات بتاعتها للمواد والمحاضرات والسكاشن. بس بمعنى اصح ان انت مثلا لو تعثرت في ماده ولا قدر الله شلتها، بتقدر مثلا ان انت تنزلها سمر كورس. ودي ميزه من مميزات الساعات المعتمده او الكريدت اورز، لانك لو مش ساعات معتمده كنت بمجرد ما بتشيل 3 مواد بتعيد السنه. لكن لو انت شلت مثلا اكتر من 3 مواد في الكريدت اورز تقدر انك تنزلهم سمر كورس، او حتى لو ما نزلتهمش انت بتسجل مواد تانية عادي، وتقدر تسجل المواد دي جنب مواد سنه تانية او مواد السنه اللي بعدها. مش شرط انك تكون نزلتهم سمر. بس الفكره في فكره الساعات المعتمده ان في ماده بتقفل التانية. يعني انت لو شلت ماده مقفول عليها مواد تانية، انت مش هتقدر تفتح المواد دي غير اما تاخد الماده اللي انت شلتها. فده باختصار فكره ايه الميزه اللي موجوده في نظام الكريدت اورز. بالنسبه للمواد اللي بتدرسها في القسم فاحنا هنتكلم فيما بعد سنه اولى، لان احنا اتكلمنا ان انت في اولى ما بتاخدش مواد كتير ريليتد بالقسم. انت ممكن تاخد ماده واحده بس، ويمكن ما تاخدهاش اصلا. لا، على الاقل بيكون في ماده ريليتد للقسم بصراحه. يعني انت ممكن تاخد في سنه اولى لو انت قسم علوم حاسب تاخد مثلا ماده مبادئ برمجه. وبرضه الحوار بيختلف من جامعه للتانيه، لان النظام في كليه علوم عشان تتخصص بيختلف. في جامعات مثلا بتخليك تتخصص من اولى دايركت على اساس مجموعك في ثالثه ثانوي. في جامعات تانية بتخليك تخش اولى جنرال، وفي الحاله دي انت بتدرس مواد الاقسام كلها، بمعنى كلمه مواد الاقسام كلها. وعلى حسب مجموعك في اولى تبتدي تتخصص من تانية. فبرضو الموضوع بتاع طبيعه المواد ده بيختلف من كليه للتانية او من جامعه للتانية، في حته هل انت هتتخصص من اولى ولا هل انت هتتخصص على حسب مجموع اولى. فاحنا هنتكلم على اساس ان انت هتتخصص من اولى على طول، لانك لو اتخصصت بعد مجموع اولى هي نفس الفكره، بس الفرق في مواد سنه اولى اللي مش هيكون اغلبها ريليتد للقسم بتاعك. انت بتاخد مواد بروجرامنج بحت، زي مثلا بتاخد بروجرامنج لانجويج 1، بتاخد داتا ستراكشر، بتاخد او بي، بتاخد الجوريزم، نتورك، اي اي، مقسمين على ال4 سنين. وبتاخد ويب فرونت اند ويب ديفلوبمنت، اتش تي ام ال سي اس اس وكده. وكمان بتاخد مواد مش بروجرامنج بحت، بس هي بتساعدك في البرمجه زي اللينير الجبرا، البروبابيليتي، الستاتستكس. بتاخد الحاجات فعلا اللي هتنمي المنتاليتي بتاعتك، اللي هي تخليك بروجرامر صح. فانت المفروض تشتغل على الحاجات دي حتى لو مش معاك كليه، او حتى لو انت شايف ان انت ما بتاخدهاش صح في الكليه، فانت المفروض تشتغل عليها على جانب اخر برضو، على حسب انت ناوي تتخصص ايه في مجال البرمجه. ودي هيكون ليها فيديو تاني ان شاء الله في بودكاست هنشتغل عليها ازاي تبدا في مجال البرمجه، وازاي تنقي المجال اللي انت عايز تتخصص. بالنسبه لمميزات القسم بشكل عام، فالقسم بيتيح لك انك تدرس مواد برمجيه وتاخد عنها مقدمه حتى لو انت ما كانش عندك الباك جراوند دي. ولو انت كنت عايز تخش كليه حاسبات مثلا بس مجموعك ما ساعدكش قوي، فتقدر ان انت تكمل الباشن بتاعك في مكان تاني زي كليه علوم في القسم ده، لان قسم كمبيوتر ساينس اصلا هو قسم موجود في حاسبات. فبالتالي بيساعدك ان انت تكمل اللي انت محتاجه، وانك يبقى معاك بيز تبني عليه.
حتى لو كانت البرمجه ممكن تاخدها سيلف ستادي عادي، بس الفكره فكره ان انت حتى لو في كليه ريليتد للبروجرامنج ده هيحفزك اكتر انك تشتغل فيه، او هيحسسك فعلا ان انت مهيأ او متاح ان انت تشتغل في حاجه زي كده او انك تتعلم حاجه زي كده. في نقطه تانية هنتكلم فيها عن القسم، الا وهي فكره ان القسم لوحده مش كفايه انك تشتغل، او ان القسم لوحده مش كفايه انك تكون بروجرامر. بمعنى احنا مش هنقول انها من عيوب القسم قوي، على قد ما اننا هنقول ان انت فعلا محتاج تشتغل على بوينتس كتير جنب القسم، وانك محتاج تطور من نفسك كبروجرامر جنب القسم، مش تكتفي بالدراسة الأكاديمية بس في كلية أو في القسم علشان تكون مبرمج أو عشان تشتغل كمبرمج في شركة مثلا، أو تاخد بروجرامينج تراك، أو تكون حتى سوفت وير انجينير من غير تراك بس. هتحتاج حاجات تانية كتير، أو مش هتحتاج حاجات تانية كتير على قد ما هتحتاج فعلا سيلف ستادي بكمية أو بكيفية كويسة تخليك فعلا مؤهل إنك تنافس في سوق العمل في مجال زي البرمجة. من خلال تجربتي الشخصية في القسم ده، فأنا بقول إن القسم هو فرصة كويسة جدا لكل الأشخاص اللي كانت عايزة تخش في تخصص بروجرامينج وما لحقتوش، سواء كانت عايزة تخش هندسة قسم نظم وحاسبات أو عايزة تخش كلية الحاسبات، لان ده هيساعدهم ان هم حتى لو عايزين بعد التخرج يعملوا دراسه اكاديميه، سواء دبلومه سواء ماستر سواء بي اتش دي في مجال من مجالات البروجرامينج، فهم هيبقى معاهم درجه البكالوريوس العلميه في ميجر ريليتد للبروجرامينج، فمش هيكون قدامهم عقبه او مش هيضطروا ان هم يعملوا معادله او يخشوا امتحانات او. فبالتالي انا شايف ان القسم هو فرصه كويسه لكل الاشخاص اللي كانت عايزه تشتغل في البروجرامينج اكاديميكلي وما لحقتش بسبب المجموع بتاع الثانويه العامه. فبالتالي انا انصح جدا بالقسم ده لو هو الميجر بتاعك، لو هو الباشن بتاعك في الشغل او في الاكاديميك ستادي بشكل عام. نيجي بقى لاهم جزء اللي انا سبته في الاخر، لانه فعلا مهم ولانه فعلا يستاهل ان احنا نركز فيه. ايه هي اهم الحاجات اللي انا اقدر اعملها جنب الكليه عشان انمي مستواي وابقى خارج فعلا قادر ان انا اكون جدير بان انا اشتغل، وقادر ان انا اكون جدير بالمنافسه في سوق العمل في المجال البرمجي؟ انا محتاج ان انا انمي المجالات او المهارات الخاصه بالتراك او بالبروجرامينج بشكل عام، وان انا انمي المهارات الخاصه بيا كشخص، سواء سوفت سكيلز او هارد سكيلز. فايه اهم الحاجات اللي انا محتاج اعملها؟ اول حاجه انا محتاج ان انا اتعلم البروجرامينج بره عن الكليه، وده هنعرفه اكتر في البودكاست اللي قلنا عليها في نص الفيديو. ومحتاج ان انا انضم لحاجات تساعدني في ده، كوميونيتيز زي جي دي اس سي، زي الاي سي بي سي كتكنيكال مثلا عشان اتدرب على البروبلم سولفنج. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن. جي دي اس سي هيساعدك في انك تستخدم التراك ده، هيكون اكتر بكتير كافاده من حيث العمليه كسكيلز وكده، وانك تنمي مهاره التفكير اصلا في البروجرامينج بشكل عام كبروبلم سولفنج. فعندك ويب سايتس كتير زي هاكر رانك، زي ليد كود، زي كود شيف، كود فورسز، وهسيب لكم اللينكات بتاعت الحاجات دي كلها تحت في الديسكربشن، بحيث انها تكون مفيده ليكم، وبحيث ان انتوا فعلا تقدروا تشتغلوا كبروجرامرز لما تتخرجوا، ما يكونش في جاب ما بين اللي اتعلمتوه وما بين اول انترفيو هتخشوه تحسوا ان انتوا فعلا مش ملمين باي حاجه. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، نتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي اسئله او محتاجين تستفسروا عن اي حاجه او عندكم افكار لاي فيديوز تانية، ممكن تسيبوها لنا تحت في الكومنتس. اتمنى نشوفكم تاني على خير.